من أمام المصرف العقاري في النجف الأشرف. معاناة للمواطن النجفي. اليوم هاي الناس اللي واقفة والمتجمهرة أمام المصرف عندهم مشكلة. احنا نريد حل من خلال البنك المركزي، وزارة المالية، نفس المصرف العقاري اللي بالنجف الأشرف. شنو المشكلة؟ هذول الناس اجوا حسب المبادرة مال المصرف العقاري بشراء قطع أراضي أو شراء دور سكنية. هاي ناس اشترت بيوت، واحد اشترى من الآخر، انحجزت نفس البيوت بالتسجيل العقاري. يعني لمن انحجز للمصرف. سبب التأخير سبب مشاكل عشائرية، مشاكل بين الأهل والأصدقاء وأبناء البلد وأبناء المدينة. اكو ناس صار لها 3 سنوات وسنتين على معاملة. أريد أفتهم هاي المعاملة اللي تظل 3 سنوات وسنتين شنو من معاملة؟ وليش تتأخر؟ وشنو سبب التأخير؟ انتم مو تقولون اكو فائض؟ الفائض ابن البلد محروم من عنده، وانتم ربع نور زهير تلعبون بيه لعب. هاي رسالة للبنك المركزي، ورسالة لوزارة المالية، ورسالة للمعنيين. هاي الناس مظلومة، والمواطن جاي بسبب الخلل الإداري. احنا راح نوجه السؤال لهم، استمعوا، وراح ندخل للسيد مدير التسجيل العقاري حتى نعرف وين المشكلة وتنحل. شنو مشكلتكم؟ احنا مشكلتنا من 2021 مقدمين، وهسه احنا 2023 واصلين للصرف، ومنصرف من قبل راس السنه ويوميه باكر الاسبوع هذا 1/1 5/1 15/1، واحنا راح يكمل شهر الواحد كله، ولحد الان كل صرف ماكو. هاي الناس كلها على الصرف باقي، طايح بيها بس المواطن، احنا طايحين بيها. يعني احنا مشاكلنا وصلت ما شاء الله يوميا تجي هنا يوميا الصبح تلقى هاي الناس تتلاطم هنا ويا اصحاب العقارات. حتى ابو البيت زود علينا استاذ، ابو البيت زود علينا. تجي يعني اللي كان مزود علينا 10 زود بعد 10. مين زود عليكم بسبب التاخير؟ المده تاخرت. هاي وحده. الوحده الثانيه شنو؟ يقول لك البيت العقار صعد. احنا شنو ذنبنا؟ يعني صاحت فلوسنا بين المحامي وبين شنو؟ وبين اللي ابو البيت. جزاك الله خير. استاذ احنا من 2/8/2021 مسوين معامله كامله واستعلام دافعين وباصمين بالقانونيه، بقى بس على الصرف. يعني اكو معامله من 21 2/8/21 كلهم مكملين معاملتنا لسه صرف ماكو، واكو ورانا انصرفت فلوس لهم، واحنا باقي لي هسه. اذا رفعت الحجز عن البيت راح اخسر العربون المطيله بالبيت، وراح اخسر الفلوس شرط جزايا والفلوس اللي مطيها للمحامي. هذول كلهم انا خسرت. اذا تفضل. المبادره هي عندنا احنا. نعم. دخلوا بنا المجمعات السكنيه ودخلوا بنا بعد غير ناس راحت فلوسنا. هي مربوطه مجمعات سكنيه ولا كان ماكو المجمعات السكنيه مربوطه كان ماكو مجمعات بس انها كانت. يعني احنا نقول المبادرة كانت للناس الطبقة الفقيرة الطبقة الفقيرة، بس دخلت قضية استثمار ومجمعات سكنية وآلاف البيوت، فراحوا يعطون يغذون المن الثقال، بس الفقير إلى الله. عم شوية التفتوا الربع الله، وربعكم ما عندنا مشكلة التفتوا لهم. هاي مشاكل، وهاي القضايا إذا تطورت والمشاكل تتطور من تصير قضية عشائرية، تصير قضية غير مسيطر عليها، أكيد راح تصير محاكم ومراكز وقاتل ومقتول، وهذا ضرر يصيب أولا النسيج الاجتماعي. شيء ثاني، هذا من اشترى اكو شرط جزائي خلى بالبيع والشراء، والتأخير جاي ضره ما ينفعه، واكو ما خفي أعظم. فعلى هذا الأساس راح ندخل مدير التسجيل العقاري نسمع رأي جناب الأخ المعاون، طلع حتى يوضح للمواطنين شنو اللي صاير. استاذ انزل لنا شويه. لكم حقكم وان شاء الله كلكم ماشيين، بس تجينا التعليمات والحواله من بغداد واحنا جاي نطالب بها. احنا ما ساكتين، والله جاي نطالب وجاي نقول لكم وصلنا صوتنا ودزينا الاسماء والارقام كلها. معاملاتكم جاهزه، يعني احنا علينا سويناه، ما بكم مقصود. كملنا كل المعامله، تبقى الحواله، شو كيف تجي الحواله ننزل قوائم هنا وتصرف حسب الاصول. بدون زحمه. قول. بالنسبه لي يعني تدري ابو البيت متبشكل. والله حق، والله حق، بس احنا ايش بدنا؟ تدوا لنا فلوس وباكر انا حل حجي. يعني ليه انت الرجل جاي يقول لكم نص العباره،
الامور انتم على باب صرف. الصرف اللي جاي يصير قضيه الصرف كتابها من بغداد. فايش قد تتوقع ان شاء الله بجهودكم، جهود المدير، جهود الناس الخيره، حتى هاي الناس تستلم؟ والله برايك؟ الجهود مكثفه، وان شاء الله قريبا.